اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد أفضل الخلق. صباح الخير، صباح النور معاكم. ماما دولي طالع عينيها النهاردة، هتعمل تنظيف. استنى نشرب بق نسكافيه عشان افوق معاكم كده ونعنش. احنا النهاردة مش بس بننظف، احنا بنعمل النظافة دي بتطلع طاقة سلبية من جسمنا كبيرة جدا، وبتحفز الأولاد اللي هم يساعدونا في البيت وينظموا معانا. ولازم نعودهم على النظافة، اللي هم يعاونوا أمهم في البيت أو ولد يعاون أبوه في الشغل. دي نصيحة لكل الأولاد اللي هم يعتمدوا على نفسهم، مش كل حاجة على الأمهات، عشان الإيد إيد على إيد بتساعد وما فيهاش شك ولا كلام. استنوا نشرب بق نسكافيه معاكم. ولو انتي بتحضري الفيديو لحد دلوقتي اعملي لي لايك جميل، اشتراك لو انت اول مرة جديد في القناة. انا النهاردة كنت متعصبة قوي، اللي انا كل شوية بخش انا ارتب اوضة البنات. انا عايزاهم يعتمدوا على نفسهم. على طول تعالي نرمين اعملي معايا. حاضر يا ماما. بصوا هنا جمانة كانت بتتنطط على السرير التاني، مش عارفة السرير التاني كان مختفي ازاي. المهم كنت متعصبة اللي هم مش عايزين يعتمدوا على نفسهم، هم كبروا. بس انا هخليهم برضو يعتمدوا على نفسهم. وهخليهم يجوا ينظفوا معايا ويروقوا معايا، حتى لو هم مكشرين وانا مكشرة مش مهم، بس هم لازم يتعودوا اللي هم يعملوا معايا تنظيف وترويق حتى لو هم متعصبين. احنا هنا عندنا السرير تحت السرير مش فاضي. تحت السرير شايلين كراتين وحاجات بتاعة الصيف والكلام ده زي الخزين يعني. واللي انا رميته من شويه ده كان توكة نرمين وشيرين، كنت بدور عليها بقالي فتره. الله يسامحهم. في بين المرتبه وبين السرير في فراغ كده، يعني المرتبه مش جايه قد السرير كامل. استنوا نشرب بق نسكافيه. لا، المرتبه مش قد السرير كامل. هنا يومين كميه الشقاوه وانا بنضف. مين عنده اولاد لما بيجي ينظف بيعمل معاه كده؟ اللي عنده الحاله دي يكتب لي في الكومنتات يشاركني. احس ان انا مش لوحدي. بص كمية مش عايزة تسيبني. بس يا حبيبتي مفيش، بس يا جمانة مفيش. وتطلع وتقول لك ايه؟ نطاطة نطة. انا ما سبتش الفيديو بصوتي عشان انا كنت متعصبة قوي من نرمين وشيرين جامد جدا. اللي هم بصي يا خلاص، بصي يا خراج شقية شقاوة، والله شقية شقاوة جامدة. تقول على المرتبة المصيصة نطاطة. احنا في اوضتنا مرتبة قطن، لما بتيجي تتنطط ما بتتنططش. تنط كده تقوم قاعدة تقول لي هنا النطاطة. اقول لها النطاطة عند نرمين وشيرين، هنا مفيش نطاطة حبيبتي. بص نرمين وشيرين هنا ساعدوني بقى امسكوا معايا. حاضر. متعصبين هما كده، مش بيحبوا يساعدوا، يقولوا لي احنا بنذاكر بس انا عودتهم على الدلع يعني. بقول ايه يعني هو وقتهم، بس دلوقتي مش وقتهم خالص. دلوقتي اللي هما يساعدوني يمد ايدهم معايا. عشان انا بكبر برضه دلوقتي لسه بحيلي، بعدين هكبر مش هيعتمدوا على حالهم. ودي كانت نصيحة ليا اصلا لاي حد معاه بنات. عودوهم يقضوا، عودوهم يشاركوكوا في البيت، عودوهم يشاركوكوا في الكلام كمان، اللي هو مش تدخل الكلام، عشان ده يفرق. عشان انا عندي اللمضة دي شيرين. اللمضة تدخل الكلام. عشان نشرب بق نسكافيه تتدخل في الكلام، لا عودوهم شاركوهم في الكلام المهم اللي هم ايه. احنا بنتكلم كأسرة مع بعضينا كده، ما ينفعش تتكلمي بالطريقة دي، ينفع نتكلم بالطريقة دي. نعودهم اللي هم يتقبلوا مننا النصيحة، عشان أولاد كتير ما بيتقبلوش النصيحة من أمهم ولا من أبوهم. وجيل استغفر الله العظيم يا رب عليه. ربنا يرحمنا بجد، ربنا يرحمنا من اللي هو فيه وأسلوبهم. وهم غيرنا خالص يعني. احنا كانت أمهاتنا لما كانت بتكلمنا كلمة كنا بنخاف ونترعب، وكنا بنسمع الكلام من أول كلمة، يعني من قبل ما هم يعملوا كلمة تانية.
انا هنا لازم اقول مرة واتنين وتلاتة وبس، وبص حاضر يا ماما اسمعي الكلام. مهاتاه، بجد مهاتاه على، يعني احنا ما كناش كده، وحتى ما زلنا دلوقتي. يعني انا لما بكون قدام والدتي وبتكلم ممكن اناقشها في حاجات بسيطة، اللي هي ايه كبرت، بس مش اللي انا بخليها غضبانة مني. يعني امي مهما بكون هي غضبانة مني وزعلانة، انا بحاول على قد ما بقدر بكلمها اللي انا ما زعلهاش، يعني اللي انا ايه اكلمها بالراحة. انا ما بحبش ازعلها، هي ممكن تكون بتزعل من ورايا، يعني اللي انا ما اعرفش اللي هي زعلانة. بس انا غير اخواتي، ان انا ممكن ما زعل، يعني بيكون في زعل، انا بحاول على قد ما اقدر اللي انا ما اكلمهاش وازعلها، او كلامي ده يطلع يحرق دمها، عشان في يوم من الايام هكبر، في يوم من الايام هكبر وهبقى زيها، واكيد هقول كلام مختلف، او اكيد اما رايي هيختلف، عشان انا هكبر وعقلي هيخف. عشان كل اللي بيكبر في السن سنه يعني عقله بيختلف من مرحله لمرحله. لو وصلتي لحد دلوقتي معايا في القناه حطي لايك ونشرب شويه نسكافيه. ربنا يهديهم بامانه. انا اصلا لسه صاحيه من النوم، وقلت اعمل لكم فيديو كده على الرايق، نرمين وشيرين وجمانة نايمين، مع كوبايه النسكافيه. عظمه. فيديو مع كوبايه نسكافيه على كلام على الريق كده، جميل. وبجد انا حابه اشكر كل الناس اللي بتحط لي لايك وبتشترك في القناه جديد، وبتحط لي كومنت جميل جدا ايجابي مش سلبي. وانا في الدنيا دي لازم اتعلم الحلو والوحش، واتطور من نفسي، ما سيبش نفسي اللي انا محلك سر. انا اعوذ بالله من كلمة انا وانا بنت. كنت بحاول اعمل كل حاجة بعقلي وافكر وكده، بس من يوم ما جبت عيل واتنين وتلاتة بقيت حاسة ان انا سلبية في الحياة، اللي انا مش هي داليا اللي كانت سعيدة وبهجة في حياتها وبتجتهد للأحلى. لأ، أنا بقيت هاكل، خلاص هناكل أي حاجة النهاردة، يلا نخرج أي حتة النهاردة. لأ، نفسي الطاقة بتاعت زمان ترجع لي، وحبي للحياة والتفاؤل. أنا بحاول على قد ما أقدر أجتهد على الموضوع ده. عشان أنا بقيت حاسة إن أنا سلبية زيادة عن اللزوم في حاجات كتير، حاجات شخصية، حاجات أسرية. الموضوع ده أصلا لما بفكر إن أنا بقيت كده، بقيت حزينة على نفسي، اللي أنا انتي الدنيا مريحة معاكي كده ليه؟ عقلك نام يعني. بصوا احنا كده بقى خلصنا وخلينا الدنيا جميلة. بجد انا اعصابي ارتاحت ونفسيتي ارتاحت لما شفت الأوضة رايقة كده. هناك كده عند الستارة في سجادتين صغيرين فرشاهم، يعني مش كل الأوضة عريانة. وهنا احنا عندنا الحاف والحاف. هنا حماتي كانت مرة جابت اللحاف ده ومرة جابت اللحاف التاني، يعني ما جابتهمش طقم واحد. بس انا اقول لكم هو احلى من اللحفة اللي هي بتاعت الاطفال الصغيرة، اللي هي دوبك بتغطي الطفل. لا، دي لحفة سراير كبيرة، بس انا عجباني اللي هي العيل بيقدر يتلف كده شمال او يمين ويكون دفيان، ما بيكونش بردان. دلوقتي تنسوش تعملوا لي لايك الجميل وكومنت ايجابي منكم.